هو انت لسه بتقلي السمك في الزيت وبتشويه وتبهدلي الدنيا دخان؟ لا ده انت قديمه قوي. تعالى اقول لك بقى على الجديد والطريقه العبقريه هتخليكي في دقيقتين اتنين عامله احلى صينيه سمك في الفرن. تحسوا كده ان هو مشوي يا جماعه عند الراجل بتاع السمك بره، وكمان حاجه كده نظيفه وطعمها زي الفل. بصوا قلب السمك من جوه ابيض زي القشطه زي قلبي بالظبط. وعايزه اقول لكم الخلطه مخلياه في حته تانية خالص. شويه رز بقى وشويه سلطه كده، وتعالى اقول لك على احلى كلام. هياكلوا صوابع ايديهم وراه. هيدعوا لك دعوه حلوه قوي من قلوبهم زي ما انت هتدعي لي بالظبط. حطوا لي بقى لايك وشير كده وانتم معديين، حاجه كده يعني من ذوقكم. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه يا جماعه وتعرفوني بتتابعوني منين يا احلى اخوات في الدنيا يا اخواتي. شايفين بقى السمك؟ مش قادره اقول لكم على طعامته وحلاوته. كمان لو السمك ده حجمه اكبر كمان يا جماعه بيبقى حلو جدا في الوصفه دي. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملنا ايه. جبنا كده صاج وفرشنا له شويه قوطه شويه فلفل شويه بصل، ايه اللي موجود عندك عشان طبعا السمك ما يلزقش. وجبت عندي راس توم كبيره كده يا جماعه وعليها شويه ملح وكمون، ومعلقه كبيره 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 من الهريسه اللي انا بعملها عندي دايما وبفرزها. هحطهم كده واحط عليهم شويه زيت صغيرين، وابتدي اللي انا اتبل السمكيه اللي انا غسلاها بالملح ومن الليمون ومنضفاه مخلياه زي الفل. وطبعا مشرحه السمك زي ما انتم شايفيني كده يا جماعه، وبدخل التتبيله بتاعتي دي في الفتحات بتاعت السمك عشان يبقى اللحم متطعم كده، واللي ياكل يدعي لي. هنتبل بالشكل كده، وهنجيب معلقه صغيره كمان من الهريسه ونحط عليها شويه زيت يا جماعه. هنلخبط بقى السمك كده فوق وتحت عشان لما يدخل الفرن ياخد اللون الخطير اللي انتوا شفتوه. ليمونه بقى كده وندلع الكلام وندخل الصينيه دي الفرن. بس كده يا جماعه، او الصاج الفرن. بس كده هتعملي عقبال ما تعملي شويه الرز والسلطه ويستووا، الرز يستوي معاكي، هيكون السمك معاكي باللون والطعامه دي. ما بياخدش وقت ابدا يا جماعه، حوالي ربع ساعه في الفرن او على الشبكه الوسطانيه، وبعدين بتشغلوا الشوايه ياخد اللون الخطير ده. والله العظيم طعمه احلى من المقلي ومن المشوي الف مره. هو يعتبر مشوي برضه بس بطريقه عبقريه، لان احنا لو شويناه على البوتاجاز من فوق هيبهدل لنا الدنيا دخانه وريحه سمك، ولو عملناه برضو بالرده هيبهدل لنا الدنيا. طيب احنا نعمله بالتتبيله دي وندخله الفرن وننساه، مش ننساه يتحرق يعني لمده ربع ساعه وبعدين بنشغله الشوايه. شايفين بقى الجمال؟ طيب بالله عليكم يعني خساره فيا اللايك يا جماعه، واللي انتوا يشيروا لي الفيديو وتستخسروا فيا الاشتراك، يعني مش هيضركم في شيء. شايفين الجمال؟ جربوا الوصفه بتاعتي وان شاء الله تعجبكم. مع السلامه.